وهو حاشية الرئيس اللي قاعدين يتلعبوا بمصير الدولة وقاعدين يشوهوا في صورة الرئيس وصورة الرئاسة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا متابعي القناة الأعزاء الأوفياء في هذا البث المباشر والحصري لبن سديرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. إذا أرحب بكم وأجدد بكم الترحاب إخواني في هذا البث المباشر والحصري لبن سديرة، حيث سيكشف لكم مستشار تبون الحسوني محمد يصبح طاغية بالجزائر ويفعل ما يريد. قبل أن نذهب ليكشف ابن سدير هذا الملف الثقيل جدا، لا تنسوا الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس وتعليق بعد مشاهدتك لهذا البث المباشر. إن شاء الله بالنهاية سوف أعود وأعلق معكم على كل ما سوف يكشفه ابن سدير. نذهب الآن إليه مباشرة. أنا عندي زوج مواضيع، لكن نظن أنه الواحد بدا يسخن، بدا يعرق، ينحي البيسته هذه باش يقدر يعبر عن شعوره بالملاحة، لأنه وصل وقت الصح ليك الهوين. أيوه، الموضوع الأول وهو حاشية الرئيس اللي قاعدين يتلعبوا بمصير الدولة وقاعدين يشوهوا في صورة الرئيس وصورة الرئاسة. الموضوع الثاني عنده علاقة بهذا المستشار، لكن في السياحة، ملف السياحة والتلاعب الرهيب ومصاريف مليار دولار خسائر مليار دولار في قطاع السياحة. نبدأ بمستشار الرئيس. مستشار الرئيس اللي هو سي حسونة أو حسوني محمد حسوني، هذا مستشار رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون والزوايا. أولا هذه وشن هي إذاعة وهران. مستشار رئيس مكلف بالشؤون. شؤون شنو هي؟ شؤون تاع اختك ولا شنو هي؟ شؤون واش؟ مكلف بالشؤون وشنو هي؟ شؤون الداخلية، شؤون الخارجية، الملابس الداخلية، الملابس الخارجية، شؤون واش؟ مكلف بالشؤون والزوايا، مكلف بشؤون دينية، شؤون اجتماعية، شؤون اقتصادية، باش مكلف. شفتوا علاش نقول لكم زريبة الإعلام؟ هاي الأخطاء، زريبة الإعلام، زريبة من بين الزرايب الكبار. هذا حسوني محمد، هذا مستشار لا يعرفه أحد من العامة، ولكن لديه صلاحيات واسعة في تعيين وإنهاء مهام أي مسؤول يجي في راسه في كل القطاعات، ولديه تأثير وتدخل في الشؤون الدينية، تلاعب بجوازات السفر، تلاعب بميزانيات وزارة الشؤون الدينية، التلاعب بميزانيات المدارس القرآنية والزوي على المستوى الوطني. تعرفوا احنا في الجزائر خاصة فترة حكم هواري الله يرحمه بوتفليقة، كان بوتفليقة عاطي يعني عاطي أهمية للمدارس القرآنية والزوايا. نعم، عاطيهم أهمية بالغة، وعاطيهم يعني بسخاء، يعني يعطيهم اللي يحبوا يبنوا زاوية، يبنوا مدرسة قرآنية، عاطي أوامر سهلوا لهم. وبالفعل أنه، وأنا انتقدت هذا الموضوع في وقته، لكن بصراحة في وقت بوتفليقة كانت الزوايا عندها يعني قيمة، الزوايا كانت عندها قيمة وبالتساوي. يعني الزوايا في الجنوب في أضرار أو بشار أو لغواط أو الزاوية التيجانية أو القادرية أو الشاذلية أو الكرزازية أو القايدية أو كذا، كلهم رأي بوتفليقة كان يمدلهم. يعني في وقت بوتفليقة اللي تبنات المدارس القرآنية وترميم المساجد، ويعني كان عاطيهم الزوايا الرحمانية في منطقة القبائل، في الشرق، في الغرب، في كل مكان. الزوايا في وقت بوتفليقة كان عاطيهم بسخاء. روحوا شوفوا في الولايات تلقاو أنه في وقت بوتفليقة اللي بناوا المدارس القرآنية زادوك بناوهم، المساجد زادوا رموهم، حتى اللي كانوا خاسرين، الزوي اللي كان صغيرة كبروها، كان عاطيهم ونكبر بهم في وقت الحج، يعطيهم باسبورات تاع الحج، يعني مهم عاطيهم يعني امتيازات كثيرة، عاطيهم امتيازات كثيرة لدرجة أننا ولينا نقولوا بزاف. أنا واحد من الناس كنت نقولهم بزاف، واش رايحين ترجعونا لرئاسة الجمهورية دي الزاوية؟
نلقاو الشيخ طريقة صوفية، الشيخ زاوية عنده قيمة أكثر من وزير. يعني زاد الأمر على حده. أنا انتقدت هذا الأمر في وقته، كنت محبسه. إذا زاد الشيء عن حده انقلب إلى ضده. في وقت بوتفليقة كانت الزوي كانت مسيطرة. واحد كان اللي يحب يترشح للانتخابات ولا يحب يتنصب رئيس دائرة ولا والي يروح للشيخ الزاوية يضرب له كما يقول لك الناس ضربة بندير في رئاسة الجمهورية عشي إلى غاية 2020. 2020 نعم 2020 الرئيس تبون أعطى صلاحيات هذا الملف تاع الزوايا وهذا البحبوحة المالية وهذا كل شيء أعطاها الإنسان ما عنده حتى علاقة بالموضوع، اللي هو هذايا محمد حسوني. ما عنده مستوى تعليمي، ما قالش دكتور في الشريعة أو دكتور في مش عارف أنا العلاقة ما بين الأديان أو البحوث العلمية أو شيخ زاوية من الزوايا الكبار. لا، محمد حسونة هذايا من منطقة وزازات. هاي المنطقة هذه اللي هي بلدية كرزازات ولاية بشار. بلدية كرزازات هذه لاهي في الصورة ولاية بشار. هذه البلدية لكن تشوف فيها هذا مقر البلدية طبعا، وهذه البلدية اللي هي بلدية صغيرة في ولاية بشار. هذا محمد حسوني صديق الرئيس تبون لما كان والي في أضرار من بكري، وصديقه ويعرفه كذا عن طريق واحد اسمه محمد الهامل علي الهامل، اللي البارح تكلمت على قصة تبنو اللي راهو في السجن. هذا واحد اسمه علي الهامل رجل أعمال وبارون من بارونات الجنوب، شكون واضحين. إلا راه يسمع فيا علي الهامل باش نتفاهموا، مانيش راني جاي هنا شاد الكمانجا وجاي نقيط الواحد ونقول راك نبي وإنسان ناس ملاح. لا، كنتو كاع فاسدين، كلكم فاسدين، كلكم داخلين في المرميطة. علي الهامل هذا كان باربو من باربورات من بارونات الجنوب، باربو صاحبه تبون، صاحبه القيادة العسكرية بكري، القيادة الأمنية، يعني علاقته طيبة مع الناس الكل. وصاحبه حسوني هذا محمد صاحبه نفس الشيء، وكان خدام عنده مثل ما شرحت لكم بالبارح، كان اونتربرينور يعطي له سيتريتونس تاع حاجة قليلة يخدم معاه. استقر في أضرار، هو أصله من ولاية بشار، نزل الأضرار استقر في أضرار ودار رجليه ودار قواعد في أضرار وبدا يخدم تحت مظلة علي الهامل. صرا مشكل في 2019 مثل ما حكيت بالأمس، اختلفوا الدوس، علي الهامل هرب لبريطانيا، حسوني استولى على كل الإرث، يعني البلاصة اللي كان معمرها علي الهامل وراح ولات بلاصة ملك محمد حسوني. محمد حسوني استولى على الإرث واستولى على المكانة واستولى على البحبوحة الاجتماعية والسياسية اللي كان يتمتع بها علي الهامل. فيما بعد استولى حتى على البحبوحة المالية، حتى المحجوزات اللي حجزتها الدولة على علي الهامل محمد حسوني ضمنها، من بينها أراضي، من بينها يعني عقارات، من بينها أمور كثيرة. أصبح هذا محمد حسوني هو رجل ثقة عبد المجيد تبون، لأنه كان مدير الحملة الانتخابية في 2019. أصبح هو المستشار في رئاسة الجمهورية، جاء عنده فيلا في كلوب دي بان، طبعا داير فيها واحد اللحفاية تاع واحد من الشيوخ، كل صباح يروح يتبرك بها الصباح، والعشية دائما يمسح عليها هكذا ويجي خارج. هذه معلومات رسمية. عنده مولاي عبد الله اللي طيب له التاي وقصته قصة، هذا مولاي عبد الله. عنده هذا مولاي عبد الله عنده شقة ابارتمون في باب الزوار مسمي بنك سيبيا، تصور عندي داخل الشقة وخارج الشقة والكل في وقتها. الصفقات تبرم فيه، إذا كانت صفقات مع مسؤولين كبار يروحوا عند محمد حسوني في كلوب ديب، وزراء ولا كذا كذا كذا، هذوك اللي يقدروا اللي عندهم يعني كما يقول لك الناس لاكسي اللي سي باسي باش يدخلوا يروحوا يستقبلهم في الفيلا، وثم يناقشوا الامور الدوله.
هذوك الناس اللي زون دافير اللي جو من سطيف، من العلمه، اللي يبيع الخشب، اللي يبيع الحديد، اللي عنده كارير، اللي عنده كذا، اللي عنده قضيه في المحكمه، اللي عنده كذوك الزواوله، مش زواوله في المستوى السياسي، لكن بقاره اللي جايب شكاره تاع دراهم بالاورو. حسوني ما يخدمش بالدينار. الدينار يقول لهم ما عندي ما ندير به، جيب لي الاورو، كي تكون جاي جيب شكاره تاع الاورو ورواح، الدينار ما عندي ما ندير به. حسوني محمد حسوني يخدم بالاورو. لي زافير هذو اللي فيهم اللوش يديروهم في باب الزوار، في الشقه باب الزوار، لابارتمون تاع باب الزوار اللي هي في ريتشوسي تاع مولاي عبد الله. هذا في الجانب الشق هذا. الامر الثاني انه بعد 2020 21 في 2020 حسوني اقترح على الرئيس تبون انه لازمنا سياسه جديده في ولايه اضرار وفي المنطقه، لازمنا سياسه جديده. وشنو هي السياسه الجديده هذه؟ لازمنا نعينوا والي تاعنا ثقه اللي احنا نهضروا معاه بالتليفون يدير كلش. اول والي يتم تعيينه او تغييره على مستوى القطر الوطني ويرجعوا للجرائد الرسميه هو والي اضرار. جابوا واحد الوالي اسمه العربي بهلول. العربي بهلول هذا اللي راهو في الصوره كان والي ولايه اضرار. جابوا حسوني مع تبون حطوه ثم عنده مهمه محدده، وهي تنظيف ولايه اضرار من ريحه علي الهامل. اي واحد عنده علاقه مع علي الهامل امحوه. كاين 14 اطار، 14 بالضبط. كي نقولوا نعطيو 14 معناتها كي يرجعوا مصالح الامن ويرجع حتى الكولونير يعقوب. فكر راسي يعقوب، احسب الجماعه اللي نحاوهم تلقاهم 14 بما فيهم انت. العقيد يعقوب هذايا اللي كان حاكم السيتياري في اضرار هاو على باله، اللي كان ثم في المنطقه هاو على باله. 14 اطار مكتوبين بالاسم. هذا العربي بهلول طير لهم روسهم، كوموندون سيكتور، كوموندون جروب متاع الجدرميه، الشيف سورتي دو ولايه، مدراء الدراك الدال، هذو 14 مسؤول، رؤساء دوائر، مسؤولي يسموهم مسؤول الشؤون الامنيه، قلت لكم المسؤول تاع الامن الداخلي، يعني كل المسؤولين اللي كانوا في 2019 عندهم علاقه مع الهامل. لانه قلت لكم في 2017 18 19 لما كان الهامل يعني مسيطر على اضرار والمنطقه، كان عنده نفوذ وعنده علاقات وعنده يعني كان باربو شيكور، يعرف كامل الناس لانه كان باربو. لما جاء حسوني محمد كلف هذا الوالي انه الجماعه اللي عندهم ريحه مع الهامل لازم يتمسحوا. كاين اللي نحاهم تقاعد، روح لداركم وبلعهم امك. كاين اللي شافوا شويه يقدروا يسترجعوا منه، يعني يقدروا يروحوه ويعاودوا يرجعوا حديد، قالوا روح الولايه خذ اخر واحد، بعثوه للشرق، واحد للغرب، واحد كذا، وشد فمك قعد عاقل. راك عندنا في بما فيهم الزوايا. إذا شكرا لكم متابعي القناة الأعزاء الأوفياء لمتابعتكم لهذا البث المباشر بالكامل لابن سديرة. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. اللهم اغفر لي واغفر لجميع المتابعين والمشاهدين والمسلمين الأحياء والأموات. إذا تحية لكل من يتابعنا من جميع بقاع العالم. مستشار تبون حسوني محمد الطاغية بالجزائر، الرجل الذي لا يعلمه الكثيرون لكن هو قراراته تزلزل في الجزائر. دائما ما كنت أن أقول لكم انطلاقا من مجموع المعلومات التي جمعتها عن الرئيس عبد المجيد تبون من السياسيين وكثير ممن سمعت، أن الرئيس عبد المجيد تبون ليس هو من يحكم بالجزائر، بل فقط هو كما نقول بأنه دمية في الجزائر، أو رجل ليس لديه كلمة موثوقة في الجزائر. ممكن أحيانا يقول بعض التصريحات، بعض الخطابات، بعض القوانين يطبقها، لكن أشياء عادية. لكن الأشياء الثقيلة
تأتي من هؤلاء مثل هؤلاء الناس، لأنهم من يسيرون وهم من يفعلون ما يريدون، هم من يعملون في الخفاء. للأسف هذه الكارثة الموجودة بالجزائر، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماء ورب الأرض ورب العرش الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن إخواني، البث المباشر القادم دمتم في رعاية الله. سلام الله عليكم.